اسمع لك يا ابني، علي صوتك بس. ها؟ مع احترامي الاستاذ بس عايز اتكلم بس. يعني مع احترامك الاستاذ ايه؟ بس عايز اتكلم عن نفسي. اتكلم، انا هسمع لك اتكلم يا حبيبي، اتكلم. اتفضل اسمع لك، بس علي لي صوتك عشان اسمعك يا محمد. حياتي انقسمت لثلاث مراحل. ها؟ حياتي انقسمت لثلاث مراحل. ما انا عايز اسمع بس الصوت. حياتك انقسمت الى 3 مراحل. اوسطهم هي اسوأ. مرحلة ما قبل الجريمة، مرحلة الجريمة، مرحلة ما بعد الجريمة. مرحلة ما قبل الجريمة يعلم بها الله، ثم بعد الحاضرين من أهل بلدتي أني ما كنت يوما عدوانيا أو محب للعنف. يعني في البلد كده أنا مش في حالي، من بيتي لشغلي ومن شغلي لبيتي. يعني بحب الخير لكل الناس، حتى في شغلي اللي ما كانش بيقدر إن هو يدفع فلوس مثلا للناس أو كده كان بيكون معه منه. ولا كنت محب للمال ولا أي حاجة، بس طبعا ما وصلش الكلام إن أنا شخص مثالي، لأن مش حد